السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي أخبار كلها تخص النادي الأهلي، بس قبل ما أقول لك أي حاجة صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر كويس جدا للأهلاوية ووحش للزملكاوية اللي كانوا عايشين قصص وأفلام عن أحمد عبد القادر اللي مش عايز الأهلي ورايح الزمالك، وكل يوم فيلم هندي شكل وتأليفة جديدة عشان يجي المحترم الكابتن عماد النحاس يراضيه ويكون سبب في ان الاهلي يعفو عنه واللاعب يتواجد النهارده في التمرينات الجماعيه بشكل اساسي. كل الدعم للكابتن عماد النحاس واحمد عبد القادر. نخش بقى على الاخبار اللي تفرح بجد. عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ الى النادي الاهلي. عندي اكتر من خبر بيؤكد ان النادي الاهلي بيتكلم كتير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يرجع النادي الاهلي، والكل في الاول كان فاكر انه هيرجع الاهلي بصفته مدير كوره زي الاول، لكن بعد تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مدير للكوره اتقال ان الكابتن سيد عبد الحفيظ الاهلي عايزه يرجع بس في مكان اعلى، لكن لحد دلوقتي مفيش تفاصيل. وهل الكابتن سيد عبد الحفيظ هيوافق ولا لا؟ ده اللي هنعرفه خلال الايام الجايه. نخش بقى على الاخبار التقيله والحصريات. في اسمين جداد اتذكروا النهارده تقال قوي في ملف المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يطلع لليفل الوحش. الاسم الاول ابل فيريرا المدير الفني الحالي لنادي بالميراس البرازيلي، إلا إن وكيل أعماله نفى الكلام ده تماما وقال إن كل ما تم تداوله في الموضوع ده عاري تماما من الصحة، وقال بالنص فيريرا مشروع لاتيني في بالميراس. الاسم الثاني البرتغالي باولو بنتو اللي اتقال إنه رفض عرض كبير من اتحاد أوزبكستان لقيادة المنتخب بعد ما مسؤولين في النادي الأهلي دخلوا معاه في مفاوضات جادة، واللي طلبوا يعرفوا شروطه عشان يحددوا موقفهم، هيخلصوا معاه ولا هيدوروا في الاسماء التانية. في كلام كتير منتشر ان امام عاشور فسخ عقده مع احمد يحيى وتعاقد مع ادم وطني، او بمعنى ادق نفس الوكاله اللي اسامه ابو علي تعاقد معاها، والكلام ده مش صح تماما، لان النادي الاهلي كان ادى تحذيرات لكل اللعيبه بعدم التعامل مع ادم وطني لانه كان السبب في رحيل وسام ابو علي. ده غير ان امام عاشور عقده لسه مستمر ل 2028، وانا مش معتقدش ابدا ان امام عاشور بالغباء ده يا جدعان. تعال اقول لك على فزوره. في لاعب شاب نادي الزمالك خلص معاه شفهيا ب5 مليون جنيه في الموسم لمده 5 مواسم، يعني بكام؟ ب25 مليون جنيه. بس بيراميدز كان ليه راي تاني لانه عرض على نفس اللاعب في الموسم الواحد 17 مليون جنيه، وده خلاه يرفض عرض نادي الزمالك نهائيا. اللاعب بيلعب مع منتخب مصر للشباب. عايزك تركز في الاسامي اللي هيعلن عنها نادي بيراميدز انه اتعاقد معاها في اليومين الجايين، وبرنس اللي هيكتب لي اسمه في التعليقات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك في كل جديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف.